عبعوب بكل تأكيد مع الفريقين، وبين هذا وذاك يتواجد ابن الراحل محمد الطيب الكار ابنه والآخر الوفاق بصبراته. إذا تذكير السريع الوفاق اليوم مع عبد الله الوشاح تحت المعذرة، مجدي عبعوب 33 وجنبش 10 باسم غريبة 16 كرك 8 وحسام رخص مميز. ولحد الآن الأمور تسير 10/10 بظل حضور عديد من رجال مهنة الإعلام. هذه المهنة المتاعب التي تحب من يحبها وتخلص لمن يخلص لها بكل تأكيد. لهم منا كل التحية، زملاء إعلاميين وكذلك مصورين من تصول عدساتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة ليبيا الرياضية، تحية طيبة لكم. طبعا لازالت قناة ليبيا الرياضية تصول وتجول من داخل الملاعب خلال شهر رمضان المبارك. اليوم متواجدين من داخل نادي وفاق صبراته، حيث انطلق قبل قليل دوري المرحوم الطيب الكار، طبعا الرئيس السابق او الاسبق لنادي الوفاق. سعدنا ان يكون معنا السيد هشام الجمال، طبعا الرياضي السابق في نادي الوفاق، واكيد الاداري والمدير التنفيذي في نادي الوفاق صبراته. نرحب بك استاذ هشام. واكيد اليوم لمه كبيره، ونادي الوفاق اعتقد السنه هذه فيه عده انشطه من خلال الملاعب المتواجده فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بقناة ليبيا الرياضية التي دائما تكون في الموعد وتواكب كل الأحداث الرياضية داخل بلادنا الحبيبة. طبعا أخوي أحمد، هذا الدوري يأتي في إطار العديد من الأنشطة التي تقام داخل أروقة نادي وفاق بصبراته. دوري المرحوم بإذن الله الطيب الكار، التقت مجموعة من الشباب بالمنطقة الحريصة على الرياضة وتنادت من أجل إقامة هذا الدوري في ملعب المرحوم الطيب الكار. هذا الملعب الذي افتتح منذ شهرين تقريبا برعاية وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية. مشكورين جدا الحقيقة اللي قدموا هذا الملعب لنادي الوفاق بصبراته، وسمي هذا الملعب باسم المرحوم بإذن الله الطيب الكار، الرئيس السابق لنادي الوفاق الذي تقلد رئاسة النادي من سنة 1992 إلى سنة 2000 حتى توفاه الأجل، وهو كان رئيس للنادي، قدم الكثير الحقيقة للنادي. حدثنا عن الدوري هذا، عدد الفرق المشاركة ونظام الدوري. عدد الفرق المشاركة 12 فريق من قدام الرياضيين فوق 40 سنة،
طبعا فيه دوري ايضا للفئات السنيه من كامل المنطقه الغربيه. هذا الدوري ايضا دوري القدامى فوق 40 سنه بعدد 12 فريق مقسم على 4 مجموعات 3 فرق، كل مجموعه يترشح منها فريق، بعد ذلك يكون الدور ربع نهائي ونصف نهائي. هذا الدوري سيستمر الى نهايه شهر رمضان المبارك. طبعا استاذ هشام، طبعا باعتبارنا متواجدين داخل نادي الوفاق، اكيد فريق الوفاق الاول لكره القدم اعتقد يتنافس الان في منافسه الدرجه الثانيه بعد ما كان في دوري ممتاز ثم رجع للدرجه الاولى، الان في دوري الدرجه الثانيه. اعتقد ان هناك فريق جيد هذا الموسم، في استعداد كبير، في مدرب، في لاعبين. تحكي لنا عن الفريق الاول لكره القدم في النادي. والله الفريق الاول يا اخوي احمد، الحقيقه اداره النادي رأت ان تهتم بالبنيه التحتيه والاستثمارات حتى تكون هناك قاعده سليمه، حتى عندما يعود الفريق للدرجه الاولى وللممتاز على الاقل يكون عنده موارد يستطيع ان يواجه فيها التحديات. الفريق الان في الترتيب الثاني، وباذن الله عازمين على ان نكون العام القادم باذن الله في الدرجه الاولى. معنا مدرب من دوله تونس الشقيقه الاستاذ عادل المعلالي، معنا في الموسم الماضي وايضا الموسم هذا. طبعا هناك كانت بعض الظروف في العام الماضي، كان الفريق المفروض انه يكون في الدرجه الاولى، ولكن بعض الظروف اللي مرت بالفريق وما نتطرقوا لهاش، ولكن السنه هذه باذن الله عازمين الى العوده الى الدرجه الاولى ومن ثم الى الممتاز باذن الله تعالى ان شاء الله. طبعا نحن كقناه ليبراليه اكيد سنكون متابعين لنادي الوفاق ولكل فرق مدينه صبراته. شكرا لك استاذ هشام، نتمنى التوفيق لفريق الوفاق صبراته. هذا ليس بغريب على قناه ليبيا الرياضيه الحقيقه، اللي دائما تواكب كل الاحداث الحقيقه، ومشكورين جدا. ونادي نادي الوفاق مفتوح دائما الى قناه ليبيا الرياضيه، مشكوره جدا. محمد الفتح، السيد عبد المجيد محمد الفتح. السيد خليفة الدوالي، السيد خليفة الدوالي. ملوك الدباشة. النادي الرياضي عبد الله العجمي، استاذ عبد الله العجمي. استاذ فرج محمد الجبل. مكتوب عليه استاذ زهير الشيباني. الاستاذ فتحي السويعي. الاستاذ لطفي الخلوبي. الاستاذ لطفي الخلوبي. الاستاذ لطفي الخلوبي. الاستاذ فتحي الاستاذ جمال المبروك بريبش او الكابتن جمال المبروك بريبش. الاستاذ علي بن عيد. الاستاذ علي بن عيد. الكابتن خالد الجبل. الاستاذ خالد الجبل. محمد الجبل. محمد الجبل. الكابتن والمدرب علي، اللاعب السابق لنادي الوفاق صبراته الناجح ابو رديبه. ايضا مشاهدينا من خلال متابعتنا لدوري المرحوم الطيب الكار هنا في نادي وفاق صبراته، يسعدنا ان يكون معنا الكابتن انيس الدباشي، طبعا احد الرياضيين السابقين وكذلك احد المتواجدين دائما في الدوريات في مدينه صبراته. نرحب بك كابتن انيس، واكيد اليوم لمسه من خلال نادي وفاق صبراته ومن خلال احباء رياضه في مدينه صبراته للفقيد الطيب الكار الرئيس الاسبق لنادي وفاق صبراته، واللي على حسب ما يعرفوا اهل المنطقه ان قدم الكثير والكثير لنادي وفاق صبراته. السلام عليكم ورحمة الله. أولا نشكر إذاعة ليبيا الرياضية على الحضور ومتابعة الدوريات الرمضانية في مدينة صبراته، ونشكر الأساتذة الحاضرين معنا بارك الله فيهم. طبعا نبذة مختصرة لدوري المرحوم الطيب الكار. طبعا المرحوم الطيب الكار هذا أحد رؤساء نادي الوفاق أو أحد من مؤسسي نادي الوفاق في فترة نهاية التسعينات، وكانت اللمسة أو الحضور كان واضح في فترته.
وطبعا فكرة الدوري تكريما للمرحوم ولأبناء المرحوم. قمنا اليوم انطلق الدوري الفئات فوق سن 40 سنة، وقسمنا الدوري على 4 مجموعات، وكل مجموعة فيها 3 أفرقة، وطبعا كل مجموعة يطلع منها رابح واحد يلتقوا في رباعي، 4 مجموعات في رباعي، والنص النهائي. وطبعا كانت عندنا فكرة ثانية إن كان الجمع الطيب هذا بحضور اللاعبين القدامى لنادي الوفاق، وبحضور الأستاذ محمد الحسلوك رئيس بلدية صبراتة والأعضاء، وبحضور الكباتنة السابقين لنادي الوفاق بصبراتة اللي هي فترة التسعينات وفترة الثمانينات. وكان للأمانة تعارف يعني في وقفة اجتماعية، وفي من الناس يعني حتى من فترة زمنية ما هيش قصيرة التقت، وللأمانة ما شاء الله الحضور كان طيب، وان شاء الله مدينه وهذا طبعا كابتن انيس جزء من وظيفه الرياضه اللي هي التحابب والتعارف والتالف بين والعرف الاجتماعي، والحمد لله يعني للامانه والله ألفة ما شاء الله تبارك الرحمن. وان شاء الله دائما اذاعه ليبيا الرياضيه هي السباقه كما عودتنا، وبارك الله فيهم، وكل سنه وانتم طيبين، وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا استاذ.